بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمتتبعين القناة محمد الحارثي. الأخ ديالنا والصديق ديالنا الأرانب اللي رسلناه من مدينة سطات اليوم الإرسال لمدينة خريبكة، يعني مدينة خريبكة. من بعد ما رسلنا الأرانب وبطريقة احترافية نعلموا مزيان كيفاش الناس تربي الأرانب بالطريقة الصحيحة أو الإرسال. غادي نوريكم الشكل الكرتونة كيفاش كان وعملته باش يكون عالي ويكون ممتاز. الأرانب ما يمشوش ضيقين والأرانب ما يمشوش يعني في واحد الحالة ديال الاختناق أو يتخانقوا أو يتوقعوا في مشاكل. المربي المبتدئ ما كيعملش طريقة احترافية يقدر يرسل الأرانب ويتوقع في أخطاء ومشاكل. محمد الحارثي عنده أحسن وأفضل سلالات اللي كيقوم بالإرسال ديالها لجميع المدن. الصديق ديالنا والأخ ديالنا عزلنا ليه الإناث ديالو سلالات ممتازة جدا وذكور ممتازين جدا. ودائما كنذكركم الأرنب الدوتش اللهم بارك وزيد والبابيون، وكاين عندنا الدوتش اللي في هذا اللون، وعندنا يعني عدة الأنواع وعدة السلالات الممتازة. اخواتنا واحبابنا الكرام اللي غيشوف هاد الارنبه الدوتش غيقول يعني فيها يعني تشرطيمه في الاذن ديالها، فيها تشرطيمه في الاذن ديالها. يعني هذه الاخ الصديق ديالنا اللي غادي ياخذها ان شاء الله باذن الله ماشي مشكل ماشي عيوب. هذه الارنبه فاش كان صغير يعني كانت توقع في مشكل، ولكن هذه راه انثى سلاله جيده وتعطي الاولاد ممتازين جدا. يعني كل حد كيشوف السلاله يعرف منين هي. السلالات كلهم ممتازين ما شاء الله اللهم بارك وزيد، يعني بطريقه احترافيه. الكرتونه غير ديال اتاي، يعني راه كانت غير حتى لهنا، انا هزيتها وتنيتها من الفوق وحزمتها بالخيط والثقب يعني بطريقه يعني احترافيه، وجات حتى الفوق ولات كتبان صغيره ومن التحت راها متيسه. محمد الحارثي يرسل الارانب بطريقه احترافيه وندير لها كرتونه من الفوق ونحزمها بالخيط وغتمشي ان شاء الله لمدينه خريبكه. يعني كل المربي المحترف تحياتي لكل اخواتنا في كل مكان. الناس المربيين اللي عندهم مزارع الكبرى يعني معروفين وعارفين محمد الحارثي كيفاش يربي الارانب. اي حد نبغي ننصح لجميع احبابي واصدقائي ما تاخذش الارانب من الاسواق، الارانب من المزرعه الى الصديق اللي غيربيها. كلنا احباب كلنا اخوان. ما نطولش لكم في هذه الحلقه باش في الحلقه الجديده ان شاء الله غيكون الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا غادي نشدوا الكارت ديال خريبكه باش نرسلوا الارانب للصديق ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله.